قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم عدم التجديد للمدرب عدنان حمد دون سابق إنذار وتعيين المغربي حسين عموتة خلفا له. المزيد في تقرير مراسلنا محمد الجبور. في موقف حير كل المراقبين، فوجئ الوسط الرياضي الأردني بعدم التجديد للمدرب عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم قبل إكمال مهمته وفق الاتفاق بين المدرب والاتحاد حتى نهاية كأس العالم القادمة، علما وبشهادة المراقبين أن المنتخب الأردني في أفضل حالاته ونتائجه في الآونة الأخيرة. كان تأكيدات من الكابتن عدنان حمد أنه تم تجديد عقده وتجلس مع سمو الأمير، ثم بعد عودة المنتخب من النمسا وتصريحاته لموقع الاتحاد كرة القدم وتطلعاته للمرحلة القادمة، فأعتقد أنها كانت خطوة مفاجئة للجميع ولم تكن متوقعة نهائيا. قرار تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للمفاوضات مع عموتة أخذت وقتا كافيا قبل اتخاذ القرار. يعني الآن بتفاوض مدرب بحجم عموتة، بعتقد أنه هذا بيحتاج إلى وقت، فإذا يبدو أنه نية اتحاد كرة القدم منذ أشهر بعدم التجديد للكابتن عدنان حمد. الشارع الأردني فوجئ بالقرار، لكن تعيين عموتة بدد القلق مبكرا على اعتبار أن المدرب المغربي صاحب خبرة فنية كبيرة وشخصية قوية يحتاجها المنتخب الأردني في المرحلة القادمة. أنا مع التغيير عشان المدرب عدنان حمد أخذ فرصته يعني وأخذ بما فيه الكفاية، فخلينا نشوف وجه جديد. وبالمناسبة المدرب المغربي قبل فترة غلب المنتخب الأردني 4-0. القرار جاء مفاجئ، جاء سريع جدا. يعني لو بدهم يغيروه بس مش بالسرعه هاي بيغيروه، يعني هو قدم لنادي الفيصل كثير وقدم للمنتخب الاردني الكثير، بس استعجلوا بالقرار هم. كابتن عدنان حمد كثير محبوب للشارع الاردني وله انجازات كثير للمنتخب، بس في قرار ايجابي استدعاء المدرب المنتخب المغربي حسين عموتة للمنتخب الوطني الاردني. بنتمنى انه يحقق انجازات للمنتخب. قرار مفاجئ بعدم التجديد للكابتن عدنان حمد من قبل اتحاد كرة القدم الأردني، لكن أكثر الأمور إيجابية. تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للمنتخب الأردني بكرة القدم من أمام مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم. محمد الجبور، BN سبورتس، عمان. إذن قرار مفاجئ بكل معنى الكلمة. ما هو السبب ربما الحقيقي أو لماذا هذه الخطوة قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق الرسمي في كأس آسيا؟ هي أكيد مفاجأة كبيرة. المنتخب الأردني خاض معسكر ناجح جدا في النمسا، تفوق على جامايكا وخسر بصعوبة كبيرة أمام منتخب كبير منتخب صربيا، لكن واضح أنه الاتحاد من فترة مقرر أنه سيتم التغيير ربما قبل معسكر النمسا، أنه سيأتي مدرب جديد، توجه جديد، مدرب كبير. حقيقة يعني كانت مفاجأة نهاية التعاقد مع عدنان، ونهاية تعاقد حقيقة وليس إقالة أو كذا، ولكن المدرب القادم مدرب كبير حقيقة. المدرب حسين عموتة مدرب مميز جدا، إنجازات كبيرة سواء مع المنتخب المغربي أو الوداد أو حتى هنا فترته مع السد القطري كانت مميزة جدا. مدرب يعرف يشتغل في وقت قليل، يعني شخصية قوية، يفرض نفسه بشكل كبير. وشاهدنا أيضا يعني هذا الموسم بداية الموسم أقيل من الوداد وعاد في نهاية الموسم مع الجيش الملكي 5 مباريات أحرز فيها اللقب على حساب الوداد نفسه، فهو يبقى مدرب كبير ويضاف قدم الكثير من الكرة الأردنية، وأيضا قد اعتاد عليه. هناك استقرار في الجهاز الفني، هناك استقرار لدى اللاعبين ومع عدنان حمد، ولكن ربما هذا القرار كما قلت كان سابقا، ولكن ربما احتراما لقيمة عدنان حمد مع المنتخب الأردني تم الانتظار حتى انتهاء هذا العقد. ربما يقول البعض بأن حسين عمودة ليس لديه تجربة آسيوية كمنتخبات، ولكن كان لديه تجربة مع السد كنادي يعني. نعم، هو مدرب يعني لديه خبرة كبيرة مع المنتخب المغربي مع الأندية، أينما حقق إنجازات. يعني هذا إذا شفنا دوري نجوم قطر، دوري أبطال أفريقيا، بطولة أفريقيا للمحليين، يعني هو مدرب حقق إنجازات أينما ذهب وبسرعة. فالمنتخب الأردني لديه بطولة آسيا القادمة، مجموعة متوازنة، كوريا الجنوبية، ماليزيا والبحرين، يعني لديه فرصة. يبدو الاتحاد حاسس إنه في فرصة للمرور ولتقديم بطولة مميزة.
وشاهد مدرب جيد قبل، يعني كنا نتوقع أنه سيبقى مع الجيش الملكي، خصوصا أنه أحرز اللقب الدوري المغربي، ولكن استطاع الاتحاد الأردني أن يأخذه، ومدرب كبير. أتوقع يعني تجربة جديدة حتكون للاعبين. منتخب المغرب الأردني في فترة جيدة، شاهد يعني اللاعب موسى مثلا التعمري انضمام لمونبلييه، عدد من اللعيبة محترفين هنا في الدوري القطري، فالفريق في صحوة وفريق